سؤال الساعة اللي بيدور في ذهن كل جمهور النادي الأهلي بلا استثناء قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين النادي الأهلي وفريق الترجي الرياضي التونسي، من يحرس مرمى النادي الأهلي ما بين كابتن محمد الشناوي وما بين مصطفى شوبير؟ وخليني أقول لك إن أنا في حلقة النهاردة هجاوبك على السؤال ده، لكن بدون مقدمات طويلة ندعي أولا لإخواتنا اللهم ارجعهم إلى ديارهم سالمين، اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم أبي. وبدون مقدمات طويلة يلا بينا على تفاصيل المسابقة. خليني أقول لك إن المسابقة دي إيه اللي هيحصل فيها من الاخر كده. هناخد اخر 5 اهداف دخلت في مرمى كل واحد فيهم في اخر 5 مباريات حرسها لمرمى النادي الاهلي، عشان نكون بعدنا تماما عن المقارنه في موضوع الجاهزيه، يعني كده ممكن نظلم كابتن محمد الشناوي، او موضوع الاحقيه او السمعه، لان كده هنكون بنظلم مصطفى شوبير. خلينا نبدا اولا بمصطفى شوبير، وتعالوا كده نشوف اول جونين استقبلهم مرماه، وكانت في مباراه نادي الزمالك اللي انتهت لصالح نادي الزمالك بنتيجه 2-1. لو جينا ناقشنا الجون الاول هنلاقي ان في ثرو اتعمل ممتاز جدا ورا دفاعات النادي الاهلي، سيف الدين الجزيري راح للكوره، وهنا كان الدور على مصطفى شوبير، يا ترى خرج من جونه في التوقيت المناسب ولا لا؟ مصطفى عمل تايمنج ممتاز جدا في الخروج في الوقت المناسب، عمل البلوك الممتاز قدام سيف الدين الجزيري، وفعلا قدر ان هو يصد الكوره، لكن حظه الوحش ان الكوره رجعت اتردت مره ثانيه لسيف الدين الجزيري، وهنا كان مصطفى شوبير عنده من المرونه انه من وضعيه السقوط ارضا عدل وضعيته، وبعد كده قام وانطلق عشان يقفل الزاويه بتاعته، لكن حظه الوحش ان الجزيري لعب الكوره بذكاء من تحت ايديه، ووقتها رامي ربيعه ما قدرش ان هو يلحق الكوره، رغم ان شوبير عمل اللي عليه في ان هو ضيق الزاويه تماما على سيف الدين الجزيري. اذا هو هدف مصطفى شوبير عمل فيه كل اللي يقدر عليه ولا يسأل عنه، وكده النتيجه 1-5. لو جينا رحنا للهدف الثاني بتاع نادي الزمالك في نفس المباراه، هتلاقي ان الكوره كانت دربكه عنيفه جدا موجوده داخل منطقه الجزاء، لاعب من نادي الزمالك بيلعب الكوره بشكل عشوائي تروح للاعب تاني موجود مش بعيد، يمكن فاصل متر او مترين عن منطقه ال6 ياردة، وهنا مصطفى شوبير كان في موقف لا يحسد عليه، اللاعب قريب جدا. مصطفى شوبير نفسه قدامه اكتر من لاعب من لعيبه النادي الاهلي حاجب زاويه الرؤيه عنه، ولان الكوره خرجت قريبه وسريعه وقويه سكنت مرمى النادي الاهلي في هدف شفته برده لا يسأل عنه مصطفى شوبير. وجينا نروح مع بعض للجون الثالث اللي كان قدام النادي الاسماعيلي في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي انتهت بنتيجه 2-1، وهو جون جه من ضربه جزاء. اولا مصطفى شوبير ما تسببش في ضربه الجزاء، لكن وضعيته في تسديد ضربه الجزاء اللي سددها وقتها عبد الرحمن مجدي في نص مرمى النادي الاهلي، مصطفى شوبير اختار ان هو يترمي على جانب المرمى، وده تكنيك يعتبر هو الاسهل مش الاصعب بالنسبه لتصدي حراس المرمى لضربات الجزاء. وعلى الرغم من كده مصطفى شوبير حاول يعدل في وضعيه جسمه. ممكن تشوفني قاسي شويه على مصطفى شوبير في حكمه على اللقطه دي، لكني شايف ان مصطفى لان الكره كانت ملعوبه في منتصف الجون مش ملعوبه بشكل صعب، يعني اعتقد ان هو يتحمل مسؤوليتها بالكامل. تعالوا بقى نروح للهدف الرابع، وده اللي كان في مباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، المباراه اللي انتهت بنتيجه 4-1. لو جينا اتفرجنا على بواتنج لاعب المصري مصطفى في الوضعيه دي، اقدر اقول لك ان برضو اللاعب قريب بشكل كبير جدا، وللاسف لو رجعت اللقطه زي ما بعرضها عليك هتلاقي ان رامي ربيعه حاجب زاويه الرؤيه عن مصطفى شوبير. اللعبه كمان ملعوبه بشكل ممتاز جدا من بواتنج، ملعوبه موجهه وسريعه بطريقه تخلي اي حارس مرمى واقف مكان مصطفى شوبير صعب ان هو يلحق يعمل التراي على الكوره دي، وبالتالي مصطفى لا يتحمل مسؤوليه الهدف ده بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه. وهنا نروح للهدف الاخير اللي لسه مستقبله من كام يوم قدام فريق بلديه المحله. البلديه قدر ان هو يسجل هدف التقدم مع بدايه احداث الشوط الثاني. الجون جه كالتالي، كان محمد هاني ورامي ربيعه بيحاولوا ان هم يحجزوا على اللاعب بتاع بلديه المحله ما يدلوش زاويه تسديد، لكن زاويه التسديد كانت مفتوحه، اللاعب لعبها قويه جدا، ومن صعوبه الكوره مش بس على مصطفى على اي حارس تاني الكوره راحت في العارضه ورد التاني اللي داخل الملعب. وبرده من سوء حظ مصطفى شوبير ان المره دي مش واقف قدامه لاعب واحد بس حاجز الكوره، لا ده واقف قدامه وقتها علي معلول وكمان مروان عطيه، ولاعب بلديه المحله بصراحه يعني شاط الكوره بشكل ممتاز جدا في الزاويه اليمنى العليا، وهدف لا يسأل عنه مصطفى شوبير. عشان كده نكون بمراجعه ال5 اهداف اللي دخلوا مرماه تقييمه النهائي بالنسبه لي 4-5. وانت كمان قول لي رايك في التعليقات، يستحق تقييم اعلى ولا تقييم اقل؟ وتعالوا بينا بقى الكابتن محمد الشناوي. تعالوا للهدف الاول اللي استقبله كابتن محمد الشناوي في مباراه النادي الاهلي وسيمبا في افتتاحيه دوري السوبر الافريقي. والجون زي ما بعرضه عليك كده، كوره اتلعبت متطرفه على القايم الشمال لكابتن محمد الشناوي، وقتها لاعب سيمبا اتصرف تصرف مميز جدا. محمد الشناوي راح على القايم القريب بالنسبه للاعب، وده تصرف عادي ومنطقي عشان يقفل الزاويه، لكن لاعب فريق سيمبا لعب الكوره عرضيه ممتازه جدا لداخل منطقه ال6 ياردة عشان تنشق الارض عن لاعب من فريق سيمبا يروح للكوره من غير اي رقابه من دفاع النادي الاهلي ويحط الكوره سهله جدا يسجل الهدف الاول. شفت ان محمد الشناوي اتحرك
بشكل كويس جدا تحت الثلاث خشبات ولا يسأل عن الهدف بأي شكل من الأشكال. تعالوا بقى نروح للهدف الثاني، وهو هدف أنا احترت بصراحة كتير جدا عند تقييمه، وهل محمد الشناوي يتحمل مسؤوليته ولا لا، خاصة إن بعد الجون ده كان في خلاف ما بين ياسر إبراهيم وما بين محمد الشناوي، التقطته الكاميرات. ياسر إبراهيم بيلوم محمد الشناوي إن هو كان قافل زاوية التسديد على القندوسي، والتسديده بتاعت القندوسي المفروض انها في ايد محمد الشناوي، ومحمد الشناوي بيعترض على اعتراض ياسر ابراهيم وبيحمله المسؤوليه انه ساب اللاعب يشوط بالطريقه دي. لكن لما تراجع الكره من الزاويه الخلفيه في النهايه، رغم ان انت ممكن من بعض الزوايا تلوم كابتن محمد الشناوي، هتلاقي ان احمد القندوسي بمهاره فائقه جدا بصراحه بشماله حط الكوره في اقصى شمال محمد الشناوي، يمكن رايحه في المقص كمان في زاويه صعب جدا على اي حارس مرمى ان هو يتوقعها او يقفل زاويه التسديد بتاعتها. فهدف تاني لا يتحمل مسؤوليته كابتن محمد الشناوي، وتقييمه لغايه دلوقتي 2 من 5. تعالوا بقى نروح للقطه الرابعه، ودي كانت ضربه جزاء في مباراه النادي الاهلي والجونه اللي انتهت بالتعادل بنتيجه 1-1. وزي ما لومنا على مصطفى شوبير في نقطه ان الكوره ما قدرش ان هو يتصدى ليها لانه حاول يتوقع الكوره الاول بدل ما ان هو يركز مع طريقه تسديد اللاعب. كابتن محمد الشناوي المره دي راح بعيد تماما عن الكوره اللي سددها احمد بالحاج لاعب نادي الجونه، واللي سددها في زاويه، وكابتن محمد الشناوي اترمى في زاويه ثانيه تماما في لقطه كان بعيد جدا عنها ويتحمل مسؤوليتها. تعالوا بقى نروح للجد اكتر، والنتيجه عماله بتقرب ما بين الاثنين حراس اللي بنفتخر بيهم في مرمى النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي ويانج افريكانز، وكوره بتتشاط من على حدود منطقه الجزاء، والمره دي يمكن المختلف ما بينها وما بين بعض الاهداف الخاصه اللي دخلت في مصطفى شوبير ان لاعب يانج افريكانز دخل سدد الكوره بشكل قوي جدا، لكن كابتن محمد الشناوي كان يعتبر قافل الزاويه بتاعته. وهنا تيجي مشكله كبيره لمحمد الشناوي، هو ان عنده مشكله في التسديدات اللي من بعيد. كابتن محمد بيفضل ان هو يرتقي للكره وينط على طول بدل ما ياخد خطوه او اتنين يامن الزاويه بتاعته بشكل اكبر. فالكوره رغم انها رايحه قريبه جدا من الشناوي، لكن تعامله مع الكوره حتى بان هو بدل ما يديها بالبوكس فرد ايده عشان يحاول ان هو يتصدى للكوره، خلى صدته للكوره ضعيفه وسهله، والكوره خدت ايديه وتدخل المرمى بهدف لفريق يانج افريكانز، هدف يتحمل مسؤوليته محمد الشناوي. وانت قول لي رايك في التعليقات لو تختلف معايا. بكده يكون تقييم محمد الشناوي 2 من 4. ولو جينا عن الهدف الخامس، وهو الهدف اللي النادي الاهلي استقبله من فريق صن داونز في بطوله دوري السوبر الافريقي، وتقريبا نفس المشكله اللي موجوده عند كابتن محمد الشناوي، التسديدات من بعيد. لاعب فريق صن داونز رغم ان هو مش مباشر للمرمى، لا ده على اقصى الزاويه اليمين من بعيد بالنسبه لمحمد الشناوي، شاط الكوره في الزاويه الشمال لكابتن محمد الشناوي، ورغم ان الكوره من بعيد وكابتن الشناوي في التحركات بتاعته يقدر ياخد خطوه او اتنين عشان يقفل الزاويه بتاعته، لكن نط من وضعيه الثبات. وكان برضو في تصرف غريب جدا ان هو بيرتقي للكوره ايديه رجعت ضمت مره ثانيه. قد يكون هناك سوء تقدير وقتها ان الكوره ممكن تكون خارجه بره الثلاث خشبات، لكن الكوره بتسكن شباك النادي الاهلي وتعلن فوز صن داونز وقتها بالمباراه. وبكده يكون تقييم كابتن محمد الشناوي 2 من 5. تقييم في نهايه الحلقه واضح بالنسبه لكم، وهنا بنتكلم عن افضليه خاصه بالاهداف اللي اتسجلت في النادي الاهلي ومين يسال عنها بشكل او باخر. قول لي رايك في التعليقات، شايف ان المقارنه دي كانت ظالمه ولا كانت عادله؟ مقارنه ادت لكل واحد حقه ولا لا؟ هتابع كل ارائكم واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه تانية بكره وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه وهو كل امواتنا جميعا، وشكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.